بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقصى أمنية للمؤمن أن يدخل الجنة وينال رضا الرحمن ويكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وأن هذه الأمنية تحتاج من العبد العمل الجاد والمتواصل، لأن الجنة سلعة غالية، والشيء الغالي لابد له من ثمن يقدمه المرء ويدفعه مهما كان قدر هذا الثمن. ولأجل هذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله مرافقته الجنة أن يكثر من النوافل وعبر عنها بالسجود، وهذا ما سنعرفه في حلقة اليوم. تعالوا معنا. عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. وهناك أحبتي في الله حديث آخر في سياق هذا الحديث. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لثوبان رضي الله عنه عندما سأله عن عمل يدخله الله به الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. كان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن معرفة معالي الأمور التي يدخل بها المسلم الجنة ويبعد بها عن النار، وكانوا من حبهم له يسألونه مرافقته في الجنة. وفي هذا الحديث يقول ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه: كنت أبيت، أي من الليل، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ربيعة خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول شديد الاهتمام به والحرص على التعامل معه والعناية بأمره. فقال ربيعة: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فآتيته بوضوئه وحاجته، أي أحضرت له الماء الذي يتوضأ به وما يحتاج إليه في أمر الطهارة وغيره. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: سل، أي اطلب حاجتك مني أو ما تريده. فقلت: أي ربيعة؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة، أي أكون قريبا منك ومصاحبا لك. أحبتي في الله، هؤلاء هم الذين أخلصوا في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، وكانوا شديد الحرص على عدم مرافقته في الدنيا ولا في الآخرة. وقول ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة، أمنية له، وهي أيضا أمنية كل مسلم، لكن هذه الأمنية لا تأتي بدون عمل ولا محبة لله ورسوله ولا بدون متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وشرط ذلك كله الإخلاص والمتابعة والعمل بأوامر الله تعالى والحرص على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة: أو غير ذلك؟ قال: هل تطلب طلبا غير ذلك من أمور الدنيا والآخرة؟
وذلك تأكيد وتثبيت لطلبه، وهو مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أو لعل مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم له في طلبه ليتأكد من إصراره عليه. قال ربيعة: هو ذاك، أي أن أكون رفيقك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. والمراد بأعني على نفسك بكثرة السجود أي أعني على هذا الأمر حتى يحققه الله لك، فالزم كثرة السجود لله في الصلاة في الفرائض والنوافل، وهذا السجود سببا لدخول الجنة ومرافقتك لي بها. والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك، يدل على أن الإنسان لا يستطيع أن ينال فضل الآخرة إلا بالجهد والبعد عن المعاصي والشهوات. والدليل على ذلك قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولذلك لا يستطيع الإنسان أن ينال الجنة ولا ينال أعظم درجاتها وأعلى منازلها إلا إذا كان متحكما بنفسه الأمارة بالسوء. وقوله بكثرة السجود أي صلاة النوافل، وعبر بالسجود لأن السجود دليل التواضع والعبودية لله تعالى، وأيضا لأن العبد أقرب ما يكون إلى الله وهو ساجد، وقد أمر به الله تعالى في قوله: واسجد واقترب. أحبتي في الله، هذا الحديث فيه حث على كثرة السجود والترغيب فيه، وذلك بإطالة السجود وكثرة الصلاة، وفيه بيان حرص الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن معالي الأمور وما يدخل الجنة. اللهم فقهنا في أمور ديننا يا رب العالمين.